اهلا بيك في مزون الحكاوي، اتمنى تكون جهزت ابتدينا. اهلا بيك في مزون للحكاوي، اتمنى تكون جاهز ومحضر الحاجات بتاعتك زي الفشار زي الشاي المشروب الرسمي بتاعنا يعني، عشان نبدا نحكي حكايه النهارده. يلا بينا. ويلكم باك، ازيكم عاملين ايه؟ انا مازن مصطفى ودي مزون للحكاوي والرغي على القهاوي، مكانك للاستماع لبعض الحكاوي والدردشه والحاجات الغريبه العجيبه اللي ممكن نكتشفها سوا بعدين، ونشوف بقى القناه دي هتروح بينا على فين. زي ما قلت لك في الاول لازم تكون جهزت كوبايه الشاي عشان نبدا باستفاضه كده، نعرف نرغي واحنا ايه قاعدين رايقين والدنيا معانا 10 على 10. النهارده ايه؟ النهارده حكايه جديده، حكايه غريبه تضم مراحل عديده وحاجات اتمنى ذهنك يكون قادر على ادراكها ويعني فاهم افاقك واسعه فتعرف تشوف الدنيا بتمشي ازاي. احنا النهارده بكل بساطه هنتكلم عن التزويغ، واتمنى يكون صوتي باين في المايك لان انا بسجل في مكان انا ما اقدرش اقوله بصراحه عشان ما جيتش ارستد، فاهم؟ اي كده. فالمهم بكل بساطه زي ما قلت لك هنتكلم عن التزويغ، وصحصح معايا كده عشان احنا هنبتدي. بس قبل ما نبتدي طبعا لازم ايه؟ كوبايه الشاي بردت، مش نفس التيست السخنه زياده، فاهم؟ وانا زودت النعناع المره دي، فهو كارف على نعناع اكتر ما هو شاي بالنعناع. بص انا هبداها معاك بسؤال وحاول كده تلاقي الاجابه منه يعني، او تلاقي له اجابه عموما. هو ليه؟ فاهم؟ سؤال 12 بعد 12 بالليل، بس احنا بنساله الساعه بتاع 4 العصر تقريبا، ولا مش عارف الساعه كام دلوقتي. ليه اصلا تزوغ؟ ايه السبب المنطقي اللي يخليك يعني يجي على بالك فكره التزويغ، بعيدا عن ان انت شفت الناس بتعمل كده، بس ايه اللي يخليك يعني تقبل على حاجه زي دي؟ انا من وجهه نظري شايف ان هو كسر العادات والنمط والاغلال والقيود النمطيه اللي فرضها عليك المجتمع، فبالتالي انت بقيت شايف ان اي حاجه مختلفه وجديده عليك بتشدك، زي ما بنقول كده الممنوع مرغوب، فاهمني؟ فاللي هو ليه لا؟ طب ما نشوف الدنيا دي بتقول ايه، وده بيعمل ايه، وده بيسوي ايه، فتعالى اما نخش نجرب. يعني مثلا في ابتدائي ابتديناها من بدري قوي، بس كان مع اختلاف المنظور للموضوع واختلاف المراحل او الليفلز بتاعته. على سبيل المثال في ابتدائي في حصه الالعاب كنا بنزوغ، بس ده كان السيمبل يعني، فاهم؟ الفيرجن السيمبل من الموضوع او الجزء المبسط جدا عن التزويغ. بنعمل ايه؟ بنخلع من حصه الالعاب وبنروح الكيندر جاردن او الفسحه او الجنينه بتاعه الحضانه، تمام؟ عشان كان ليهم، كنت في مدرسه خاصه ساعتها او كنا في مدرسه خاصه، فكان الموضوع يعني في فسحه لينا احنا الشباب او الجو بقى المدرسه عموما تقريبا، وفسحه للاطفال بتوع الحضانه. فكان عندهم جو تاني، كان عندهم بقى العاب تانيه، حاجات بقى مش عندنا احنا بما اننا كبرنا عليها، وما اعرفش ايه المجتمع بيفصل ما بيننا ان احنا كبرنا فخلاص مش من حقنا نستمتع زي وندفن الانر تشايلد اللي جوانا والحاجات اللي تحرق الدم دي. فعشان كده اشرب كوبايه شاي، بق شاي. روق يا عم، فانيه بالله عليها، والله فانيه بالله عليها فروق. المهم يا صديقي نرجع لمرجوعنا او نرجع لموضوعنا. فكنا بنخلع يعني في فسحه، خلاص احنا بنروح نلعب في حضانه الاطفال او في جنينه الاطفال بتوع الحضانه وقشطه، كان الموضوع بيبقى لذيذ وبتاع. وكنا نعمل كده برده في حصه الالعاب، نخلع من حصه الالعاب نروح نلعب هناك. كان الموضوع فيه اكشن ومغامره كده، فكان فيه احساس بالخوف نوعا ما انك تتقفش، فاهم؟ بس في نفس الوقت فيه ادرينالين، فيه شويه هرمونات سعاده كده انت ما تعرفش اللي هي السيرتينون ولا مش عارف اسمها. انا كنت رياضه فماليش في الكلام ده، فكان الموضوع حلو مش عارف ليه، بس كان الموضوع حلو. اني اتذكر مره اتقفشت مدرسه الالعاب واصحابي ما اتقفشوش، مش متذكر ايه اللي حصل، بس كانت مدرسه خاصه فكان التعامل ابن ناس قوي يعني. على عكس لو الكلام ده حصل في مدرسه حكومه انت كنتش هتطلع من تحت ايديها اساسا. الشاي مش مظبوط وحياتي مش مظبوطه. نخش بقى لستيج تانية خالص، دي بقى لما انا نزلت الحكومه، او قصدي لما حولت من اداره لاداره ودخلت مدرسه حكومه عشان نقلت من بيت لبيت، فدخلت مدرسه حكومه، فاهم؟ بصراحه هبقى شاكر جدا ليك يا زياد لو فكرتني ان انا ابعت لك الفوتج بتاعت صورتي وانا في ابتدائي، في السنه تانية ابتدائي في المدرسه الخاصه، وصورتي وانا في ثالثه في الحكومه، فاهم؟ حرفيا there's a big difference between this and this بجد. وتدهور يعني من طفل شاب جميل بيلبس القميص بتاع المدرسه على البلوفر بتاع المدرسه على الجاكيت بتاع المدرسه، لطفل تاني خالص لابس جاكيت بامب والقميص بتاع البوابين او الحراس العماره او السكيورتي الازرق معروف في المدارس الحكومه، وضارب شعره عرف الديك او صبايكي او ايا كان المسمى بتاعه والحاجات الغريبه العجيبه دي. فالمهم بس انا اتذكر ان احط هذه المعلومه في المونتاج. فالمهم يا معلم كان الموضوع متدرج برده شويتين ثلاثه، في مدرس غاب ومفيش مدرس جالنا، فكنا بنعمل ايه؟ كنا بنخلع من الفصل ونقعد نلف في الطرقات في المدرسه كلها عادي زي ما الناس بتعمل. في بقى مره تانية الموضوع وسع مننا شويتين ثلاثه ودخلنا وسط فوج وخرجنا من المدرسه. حرفيا ما كناش عارفين ان دول اصغر مننا فهيمشوا بدل، لا احنا دخلنا وسطهم عادي ماشيين فمشينا، ما كناش نعرف فقشط
يلا بينا يا معلم. وخرجنا وادركنا بعدها ان هو واه يا رجاله احنا عملنا حاجه ما تنفع، احنا زوغنا. كان الموضوع فيه شويه فرحه على ما اتذكر، على اللي هو انت حاسس ان انت عملت حاجه غلط، بس احنا والله ما كناش نعرف، احنا لقينا ناس طالعين فطلعنا معاها خلصت. فاهم الموضوع كان غريب وفي شويه ميكس سنسز كده او ميكس مشاعر، حاجات مش مفهوم، مش ميكس سيجنالز. الله يكرمك ما تودناش في حته احنا مش عايزين نروحها، خلينا بس في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. ماله صوتي؟ اوه شيت فيت. That's a big reason that's why we should recording this episode. الحلقه ما اعرفش ازاي كول سنتر، ما اعرفش يعني حلقه بالانجليزي او ما اعرفش اقولها لغايه دلوقتي. ما نسجلش في الملاعب، المفروض نسجل في الملاعب. او دلوقتي مفيش حد في الملاعب دلوقتي. بص صوتي ازاي سايبر ذات سايمون براون. خلصنا من ابتدائي وحوارات ابتدائي، فاهم؟ نخش بقى يا معلم على اعدادي. اتمنى صوتي يكون واضح ان انا صوتي عامل ازعاج في المكان اللي انا قاعد فيه كالعاده. فالمهم يا معلم دخلنا في اعدادي، تحديدا سنه ثالثه اعدادي. كنت تخش ثالثه اعدادي معروفه ان هي ملهاش حدود، بس انا للاسف كنت من الطلاب اللي مجبرين يروحوا المدرسه، مع اني باخد دروس عادي جدا، بس لا لازم تروح المدرسه يا عم، روح تخسر حاجه ما تروح. انت تمام يا زياد؟ لا في حاجات ما بتقطع، دي هتقطع عادي، بس في حاجات وانا بتكلم معاك في عادي تتساب، زي فانيه دي تتساب عادي، لان هي فعلا فانيه بالله عليها. فزي ما كنت بقول لك ثالثه اعدادي مالهاش حضور، فكان في عندنا حاجه كده كويس انها كانت موجوده، فاهم؟ عندنا اوبشن اختياري، عايز تمشي اتفضل والله ما حدش هيمسكك من ايدك. كنا بنعمل ايه؟ اكتشفت ان العيال بتطلع من الحصص في وقت معين، مش عارف قبل الفسحه او بعد الفسحه تقريبا، وتروح عند البوابه الخلفيه للمدرسه وتمشي. مش في حارس؟ في حارس عادي والله كان بيسيبنا وبنطلع عادي مفيش مشكله. فانا بقى كنت من الاطفال اللي فاهم انا ما كانش عندي قلب ميت، انا كنت اقلق وما زلت نوعا ما اقلق من الحاجات الغير رسميه قوي لان هي غلط، فاهم؟ فطبيعي اقلق منها. فكان الفكره في ايه بقى؟ ان انا مش عارف اطلع. فجت في مره جمدت قلبي وقلت انا همشي، ووقفت عند الباب بتاع المبنى الدراسي نفسه، مش المبنى، مش بوابه المدرسه، في مسافه ما بين الاثنين، في جنينه ما بين الاثنين. فانا واقف طب اروح ولا هتعكش ولا هيقول لي لا ولا هيوديني المدير، وفاهم يعني ورست كيسز سيناريوز بقى كتير قوي، فانت بتتخيل ان انت خايف بصراحه. فمره واحده الاقي لك في حد جاي من ورايا، مدرس، فاهم اللي هو موتنا الاقيه مدرس كنت باخد معاه درس بدون ذكر اسماء، لان المدرس ده شخص جامد جدا. فالمهم معلم عمل معايا ايه؟ قال لي انت عايز تمشي؟ عارف انت لما تيجي لك حاجه انت مش متوقعها بس عايزها؟ قلت له فقام قال لي ماشي. انا مش عارف قال لي ايه، فقام مشاور للراجل بتاع الامن قال له طلعه بالسهوله دي عادي. مشيت طلعت من المدرسه مشيت، وعلى ذكر الامر انا كنت تقريبا بروح على البيت على طول، فاهم؟ لو عملت ايه؟ لا ده انا طلعت من باب المدرسه ومشيت عادي. ساعات كنت بقول لهم كده تقريبا، مش فاكر ساعات تانية كنت بقول ايه، بس غالبا كنت بقول له عادي طلعت من المدرسه بدري او مشونا بدري. فبروح يعني انا طفل كان بيروح، مش اصل هروح فين واعمل ايه، مش انا عايز اروح يا عم، فاهم؟ حتى ما زلت هذا الموضوع مستمر معايا في الكليه حتى الان، لو انا عايز اروح اريح. اي نعم بتمرقع كتير قوي في الكليه، بس قشطه ساعات تيجي عليا عايز اروح اريح. كلنا عايزين نريح وسط الهوجه والاساينمنتس والامتحانات والفاينلز. حاجه قاسيه قوي يا زياد، حاجه قاسيه قوي يا زياد. خلصنا المراحل التمهيديه للتزويغ، نخش على مرحله البيج بوس، فاهم؟ الزعيم. ثانويه عامه هنا تتضمن الثلاث سنين، مش اول سنتين بقى، مش اخر سنه قصدي، لان كده اخر سنه ما حدش بيروح. المهم معلم في موقف كان في اولى ثانوي، في مدرس معروف عندنا وشه كشم، فاهم؟ وبيتخاف منه وعلى طول واخد تون الزعيق واللي هو الوش الخشن فاهم الفايبس اللي محدش بيحبها دي خالص، فكلنا كنا بنخاف منه. فانا على حظي عمي طلع يعرفه، فقال لي روح قول له انا عمي فلان. قلت له ماشي. ما رحتش قلت له لغايه دلوقتي، يعني فاهم؟ انا دخلت وخرجت من المدرسه وما قلتلوش ان انا عمي فلان، لان انا خايف اتعامل معاه. فانا مش هقول لك ان انا جاي لك تبع صاحبك او مش عارف ايا يكن بالنسبه لك، بس انا مش هقول لك. المهم معلم هقول لك ليه هنحتاج المدرس ده بعدين. في يوم عادي، كان يوم ممطر او يوم فيه شتاء على راي لهجتنا، يوم فيه شتاء عادي جدا. خلصنا الفسحه وكانت فسحه لذيذه مليئه بالوحل وبالماء وبالحاجات اللي احنا كنا بنحبها دي، وما زلنا مش عارف ما زلنا، بس المهم يعني بلاش رغي كتير، الحاجات الحلوه دي. حلو. كان عندي بعد الفسحه يعني فاهم حصه الله يديها الصحه ميس ايمان فلسفه. ميس ايمان فلسفه كانت رائده الفصل، تكره كره العمى ان حد يخش ورا الحصه، هتوقفك بره يا اما هتوديك للمدير. فما اعرفش ليه هم كانوا واخدين الاتيتيود بتاع الدكاتره بتاعت الكليه، ما اعرفش هي نزلت من دكتوره لمدرسه ثانوي، بس العمليه مستمره معانا حتى الان. المهم معلم اللي يحصل كالتالي، انا اتاخر بعد الفسحه ليه؟ في واحد صاحبي تعبان، او المفروض ان هو عنده استشاره تقريبا مع دكتور، فهيستاذن من المدير ويمشي. دي كانت حاجه جديده عليا بس قشطه. قال لي طب انت واقف معايا بتعمل ايه؟ يعني انا همشي انت هتفضل قاعد. قلت له ما هو بصراحه كده مش هسيب صاحبي واقف لوحده، كده كنت اتاخرت على يعني طنطك ولا ميس ايمان، فما كانش ينفع اخش الحصه خلاص، انا كده لازم افضل مزوغ في المدرسه لغايه ما الحصه تخلص.
مفيش حل تاني. فالمهم عملت كالتالي، فضلت واقف مع المعلم، مش متذكر بصراحه انا سبته وخلعت ولا هو دخل وسابني فانا عملت اللي عملته. بس المهم اللي حصل كالتالي، كان يومها يوم تقريبا ملء الاستمارات بتاع ثالثه ثانوي، فكانت ثالثه بتيجي من بره تخش تملى الاستماره وبتمشي تاني. شغلت دماغي وقمت عامل كالتالي، انا كنت اولى تمام، فقمت مكلم واحد او اتنين من بتوع سنه ثالثه، قلت له بص يا معلم استاذنك بس هستلف منك مذكره الدرس دي عشان امسكها في ايدي وانا طالع واطلع معاكم من البوابه. حلو الكلام؟ قال لي حلو. اتفقنا انا والراجل المحترم وخدت منه مذكره عشان ازوغ واطلع معاهم من باب المدرسه عادي جدا، لا نط سور ولا الكلام ده كله. فعملت ايه؟ عملت التاني، كنت لابس سويت شيرت مش تبع المدرسه، حاجه هدوم خروج عادي تحتيها القميص، كنت فاتح سويت شيرت، فاتح اول ظهرين تقريبا من القميص وكاني رايح اسهر بالليل فاهم، وجو بقى الباد بوي والكلام ده. قمت طبعا مدخل القميص كله كده وقافل السويت شيرت بحيث ان ضيقه القميص ما تبانش تمام. تقريبا لبست الزونت فوقيهم، وكان معايا في الشنطه التاب واكل. سبت الاكل عادي مش مشكله، وقمت التاب خدته حطيته في حزام البنطلون، لان انت لو اتعكشت التاب فانت استحاله تكون ثالثه، لان ثالثه وقتها كانت اخر دفعه نظام قديم، فبالتالي اللي معاهم تاب اما اولى او ثانيه، وفي كلتا الحالات انت مش مسموح لك تطلع لان انت عندك يوم دراسي. جميل. عملت اللي عملته وخفيت حالي وظبطت نفسي ومشيت. طلعت مع الشباب وكان واقف على البوابه المدرس اللي انا كنت منشنه من شويه، فده كان سبب اخر يدعو للذعر، اللي هو انا يا دوبك طلعت من بوابه المدرسه هتفضل حاجتك مع السلامه، ما ينفعش تقف ولا تبص وراك فاهم انت، اللي هو مفيش مجال تبص ورا. بصيت ورا لو في نسبه 1% انك تتعكش رحت في ده. دي كده كانت ليفل 1، الليفل المحترم المؤدب شويتين ثلاثه. في بقى ليفل 2 وهو ليفل نط السور. ده كان بيحصل في الفسحه، عندنا مبنى ورا المبنى ده في سور، فكان طبيعي السور متداري، فكنا نخش يا معلم ونقف ونحط حاطين قالب او قلبين طوب تحت بتقف عليهم وبتمسك في السور او السيخ من فوق اللي هو فوق السور، لازم تبقى عصب تمسك كده ورجلك هي اللي تطلع على السور، تنط من فوق السور، تفضل واقف على السور من فوق او تعدي قصدي من فوق السيخ. هتلاقي تحتيك كابينه للجامع تقريبا بيشيلوا فيها الحصر والسجاجيد والحاجات دي، كابينه الجامع هتنزل عليها، هتنزل من كابينه الجامع على الارض. فالموضوع كان سو سيف او سو ايزي، كان سهل، بس كانت عايزه جرأه. كنت اروح معاهم اتفرج عليهم وارجع تاني. ليه؟ انا ما بنطش من على سور، الحمد لله في فصيله التعليميه دي كلها ما نطتش من على سور تمام. فكنت تنخدع وقتها، اللي كنت فاكره الواد المنضبط الدحيح الشيخ ده نط وزوغ عادي. فدي كانت بدايه الفهم maybe you can say trust issues الواحد مكمل بيها لغايه دلوقتي، او الانخداع في الكوميونتي والمجتمع اللي هتطلع وهتلاقيها في بيئه العمل وفي الحياه وفي الزملاء الجامعيين وفي زملاء الحياه وفي اصدقاء الطفوله واشياء اخرى من هذا القبيل. فدي ممكن لا، دي مش بدايه الانخداع، بدايه الانخداع تقريبا معايا كانت من اول ابتدائي، بس مش موضوعنا دلوقتي. فالموضوع كان غريب وانت عرفت خلاص، انت عارف انت بتنط ازاي وبتعمل ايه، بس لا انا مش كده، فانا هفضل ملتزم بفكري وبطريقه يعني طريقتي، هفضل ملتزم بحدودي وبتقاليدي يعني بالماي ليميتس بس خلاص فاهم، الخطوط الحمراء بتاعتي، لغايه ما اعتقد ان انت هتكسر الخطوط الحمراء دي كلها يا معلم، وهتوصل لمرحله اللي هي البيج بوس بقى. في مرحله البيج بوس اللي انت مش هتخش المدرسه اصلا. ايه ده؟ انت ازاي تحولت من هذا لهذا؟ والله وانا ما اتحولتش، هو الموضوع جاء قدامي فجربت فاهم. اللي هو الواحد في الحياه عايش عشان بيجرب حاجات كتير، بس هي المعضله او الفكره في التجربه ان انت تقرر اذا كنت هتكمل في اللي انت بتجربه ولا لا. القرار ده والقرار ده هيتاخد بناء على حاجات اهمها اذا كان الموضوع ده عائد عليك بالنفع ولا بيضرك ولا بيسوء سمعتك ولا بيحسنها ولا ايه، في حاجات كتير فاهم حاجه اتمنى تكون واصله لك. فعملت ايه؟ كان ليا واحد صديقي بدون ذكر اسماء، ازيك حلاوه حلاوه خدني في مره، ولا اقصد الاهانه بحلاوه، انا بس بحاول اتقمص الدور بتاع شخصيه ثانوي، لكن هذا الشخص يعني واد عزيز جدا جدا عليا. حلاوه كان واخدني في يوم وما دخلناش المدرسه ورحنا فين؟ رحنا الجنه. والجدير بالذكر ان الجنه دي كانت قهوه تمام، كانت بدايه اكتشافي لعالم تاني. عارف انت خلعت من المدرسه وتبتدي تشوف الناس دي بتعمل ايه، تروح فين، بتشرب ايه، بتاكل ايه، another community. بجد نفس الفكره بتاعت لما تخش الجامعه وتلاقي عالم غير العالم اللي انت كنت عايش فيه فاهم، تخش الشغل فتلاقي عالم غير اللي انت كنت عايش فيه، تخش الحياه وتنزل من البيت تلاقي عالم غير اللي انت كنت عايش فيه فاهمني، فتزوغ من المدرسه تلاقي عالم غير اللي انت كنت عايش فيه فاهم. حاجات حلوه، حاجات وحشه، حاجات تشدك وحاجات تنفرك، وانت وضميرك وانت ودماغك وانت وتربيتك وانت وحاجات كتير قوي هتحدد انت هتبقى مين وهتكمل في ايه وازاي. فالمهم يا صديقي رحنا الجنه، والجنه كانت غريبه شويتين ثلاثه، كانت تحس ان هو يعني الاماكن اللي بيحششوا فيها زياده اسمها ايه؟ غرزه. تحس ان هي نوعا ما غرزه فاهم، غرزه هو قهوه طبيعيه تحت، لكن في دور تاني فوق نوعا ما يصلح لان يكون غرزه. انا طلعت الغرزه دي يعني ان كانت غرزه، وقعدنا لعبنا دومينو، لعبنا غمازه صح اسمها غمازه فاهم، لعبه كده بالدومينو، وقعدنا نلعب واتحكم عليا يومها، وكان يوم لطيف لذيذ. اتحكم عليا بفعل عادي، اتنطط بالكرسي عشان دماغك ما تسرحش فاهم،
كنا في ثانوي بس اي ثينك ان انا ما كنتش وصلت لهذا الانحطاط اللي في دماغك، فاهم؟ يعني الدنيا كده كده هتخليك منحط، بس انت الفكره كلها ان انت تظهر للعالم مدى احترامك وثباتك على قيمك ومبادئك وانت من جوه منحط عادي، فاهم؟ اللي هو انا والله انا منحط مفيش مشكله، بس انا مظهر للعالم كله ان انا واد كيوت وشاب جامد موت. هي الحلاوه وقتها كان ميزه فيها وقتها ان انا ممكن اكون اكتر واحد ديرتي مايند في القعده، بس اكتر واحد يبان ان هو بولايت ومحترم جدا وابن ابوه وامه وراجل محترم ما بيعملش الغلط. ودي كانت ميزه حلوه جدا لان انا قاعد فاهم كلهم بيعملوا ايه وبيتكلموا على ايه، بس انا محترم ما اقدرش اقول الكلام ده، بس انا فاهم ما تقدرش تنمرني، او عادي كلنا بنتنمر، احنا مش فاهم، مش معصومين من التنمره، اسمها ايه، من التنمر، من ايه، من ممارسه التنمير علينا هي اسمها ايه، انمرك صح، في ممارسه ان انت ما فاهم، ما فيش حد معصوم من ان هو بقول لك ايه واصله لك. خش على البوينت اللي بعدها. فانت بعد كده تبتدي قعدنا خلصنا اليوم وشفت الدنيا هناك ماشيه ازاي، وفي ناس كانت بتيجي صحيح. ده جواد جه اليوم ده تقريبا، جواد مش عارف قال عذر في البيت ونزل لنا، مش عارف زوغ هو كمان المدرسه ولا لا، بس مسا جواد ايه الاخبار، كانت تكون بخير يا معلم. المهم يعني تعرفت على الشباب هناك، تعرفت على ناس تانية من شله صديقي وقعدنا ويعني وشربت الشاي، فاهم، والدنيا كانت لذيذه. دي كانت مره. فتبتدي تشوف في عالم تاني زي ما قلت لك، في العالم بتاع التزويغ، وزي ما قلت لك انت يا هتعشقه وتدمن عليه يا اما هي تجربه وراحت لحالها. بعد كده تقريبا مش متذكر بصراحه دي كانت تجربه 1 ولا تجربه 2، بس هيعجبك الموضوع. اقول له عايز تجرب، زي ما قلت لك مش متذكر دي كانت 1 ولا 2. فهتخلع، هعمل ايه؟ والله انا هروح اقعد على البحر، فاهم، ومعايا صعيدي في الجامعه الامريكيه هتفرج عليه بس عادي، فاهم. ماشي خلاص، نزلت وقعدت على البحر ورحت اتفرجت على صعيدي في الجامعه الامريكيه على الموبايل وخلاص، الدنيا جميله ولذيذه و10 على 10. بعدين ولا قبلين ماشي على البحر الاقي لك مدرس ومراته. المدرس ده عندي في المدرسه، والجدير بالذكر ان المدرس ده يعرفني شخصيا ويعرف العيله، لان المدرس ده كان جارنا. فلازم في الحالات اللي زي دي نمسك الزنط، نلبس الزنط، نعدي سكه البحر للبر القبلي مش ناحيه البحر. ورايح فين؟ رايح مكتبه اسكندريه، عشان لو اتعكشت والله اقول لهم ان انا كنت في مكتبه اسكندريه. بس رحت مكتبه اسكندريه، واي ثينك ان انا ذاكرت في اليوم ده في المكتبه، رحت ذاكرت كيمياء وشلتها. انا شلت كيمياء في اولى ثانوي، كانت اول حاجه اشيلها في حياتي، كانت صدمه. ايه يعني مش اخر حاجه. مش اخر حاجه فعلا. بس مش اخر حاجه في ثانوي، فاهم، كليه عادي يا معلم بتروح وبتيجي. بس والله انا يعني مش عايز احلف والله، بس انا شلت في الكليه عشان الدكتور مش سوي نفسيا، ده بجد. الدكتور عادي، فاهم. انت شلت انت شلت، فاهم. انا اسف. بس الماده اللي انت شلتها انا كنت هشيلها على 4 درجات يعني، فاهم، انا ناجح فيها ب4 درجات. ايه؟ لان الدكتور كان تقريبا جاله تهديد امني، فهو لازم يظبط نفسه، لان انت خدت الماده دي في الترم الثاني وانا خدتها في الترم الاول، فاحنا كنا فرقنا التجارب وشايل ناس كتير قوي من الدفعه، وهو كان حنين قوي معاك، وعارف انت لو يا ده حنين قوي. فعلا ما احنا ركبنا الشلاحه، اتس اوكي، هتركب شلاحات كتير لما تكبر ما تقلقش. فالمهم يا معلم رحت المكتبه وتقريبا ذاكرت كيمياء وعادي، وخلصنا اليوم ومش فاكر بعد كده ايه اللي حصل في اليوم بصراحه، بس كان يوم لذيذ جدا. صورت صور حلوه جدا انا صورتها لنفسي، وده يثبت لك ان الرحله فرديه وان انت لازم تعيش لوحدك والدنيا كده. بس انا مش عايش لوحدي، انا زياد بيساعدني في التصوير. شاوت اوت لزياد رجال. لا بجد الرحله فرديه عموما يعني، فاهم، هي ابس اند داونز، فانت بس حاول تتاقلم وتستوعب هذا المنطق عشان تعرف تكمل. واتمنى نخلص قبل ما الشمس تبوظ والفيديو يبوظ، او قصدي قبل ما الشمس تروح والفيديو يبوظ. الفكره بقى بعد كل ده، هل الموضوع ده اثر عليك؟ يعني ان انت ما زوختش مثلا، هل اثر عليك لما كبرت؟ هل خلاك يعني عايز تخلع من الشغل، عايز تخلع من المدرسه لو انت لسه في ثانوي، عايز تخلع من الكليه بما ان الموضوع بقى متاح بالنسبه لك عادي، فانت بتحاول تجرب الشعور. فاعتقد ان هي الفكره يعني بتروح وبتيجي حوالين عدم اشباعك لرغبات طفولتك هيطفح عليك لما تكبر، وده بجد ما بهزرش يعني، فاهم. انا جت عليا فتره واي ثينك ان انا ما زلت في هذه الفتره، انا بحب اتفرج على داني فانتوم او داني الشبح، كوزمو واندا، بس ده في السيريز اللي عايز اتفرج عليها. بنتن خلصت بنتن اومنيفيرس، انا عايز اخلص بنتن اومنيفيرس. انا خلصت الين فورس السيزونز بتاعتها كلها، واكتشفت حلقات ما كانتش بتتعرض اتفرجت عليها، والين فورس والتيميت الين. بقى لي اشوف الكلاسيك واشوف الاومنيفيرس. فبالظبط هي الموضوع فعلا عدم اشباعك لرغبات طفولتك حبيبي، عدم اشباعك لرغبات طفولتك هيأثر
عليك لما تكبر، مش شرط بالسلب، ممكن بالايجاب، ممكن يحسسك باحساس انت ما كنتش حاسه وانت صغير، عدم يعني فاهم، ما كنتش طفولتك ما كانتش افضل حاجه، ولما تكبر هتحاول تعوض الطفوله دي. فزي ما بنقول كده مش مراهقه متاخره، لا دي طفوله متاخره. لا ما تحبسش حاجه جواك، اعمل اللي انت عايز تعمله. عايز زوغ، عايز تعمل، بس انا بتكلم على وانت كبير، لان انت اضرب مصلحتك وعارف الصح فين والغلط فين. طالما ما بتعملش حاجه حرام فاتس اوكي. انت كده مسموح لك تزوغ من المدرسه ومسموح لك تزوغ من الشغل، لان انت كده هتزوغ من المدرسه هتنقص درجات، هتزوغ من الشغل هتنقص فلوس، فانت في كلتا الحالتين هتعاقب. فانت بتاخد جزاتك في الدنيا عايز ما تاخدها في الاخره. فمش عارف بصراحه اقول لك ايه، بس احنا في حلقه، احنا في دايره. اتمنى ان انت تكون فاهم الدايره دي كويس، وعارف انا بتكلم عن ايه، وعارف انت هتقصد ايه، وان احنا ما نخشش في سكه غلط كلنا، وما كده. بجد مش عارف، بس انا حابب الكلام معاك، واعتقد دي كانت كل حاجه عشان ما اطولش عليك وافضل اهري في حاجات ريبيتد او خلاص بقى مش مهم، فاهم؟ بس يا معلم I think that's all. دي كل حاجه النهارده. لايكك الجميل، سبسكرايبك الرائع، شير على الواتساب، على الفيسبوك، على الماسنجر، على التويتر، على دي ام انستجرام، وما تنساش تبعت الحلقه الكراش بتاعتك تقول لها انت كنت بتزوغي وانت صغيره، يمكن تفتح بيها كلام. اوعى تعمل كده، اوعى تكلم بنات، خليك بولايت وابن بابا وماما وراجل محترم. بس اشوفك في حلقه تانية، مع السلامه.